السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونهاركم يكون احسن. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا على واحد العائله محترمه، واحد العائله ظريفه، واحد العائله ما شاء الله، ولكن ما عرفت شنو اللي وقع بيناتهم. الشيطان لا اله الا الله، والله العظيم قسما بالله الا الشيطان شنو نقول لك كيخربق العائله. واحد الانسان اللي هو كنعرفوه بالمعقول ديالو، بالاخلاق ديالو، بالانسانيه ديالو، محافظ على عائلته، محافظ على الدار ديالو. يعني واحد الانسان اللي شنقول، واحد العائله اللي محافظه، اللي هو السي الطيب اولا با الطيب. انا في المرتبه الاب ديالي داك السيد، حيت انا كنتبعو صراحه الله اللي كنشوفه واحد الانسان خلوق، واحد الانسان متدين، واحد الانسان ما شاء الله. لا هو ولا البنت ديالو، المراه ديالو، الولد ديالو دابا نايض لهم المشاكل ونايض عليهم واحد الضجه كبيره على اسباب العروسه ديالهم، اللي صراحه الله والله ما تفهمت لي داك القضيه. فسمعتها جا الاب ديالها وشدها من يدها وداها، يعني خرجها من الدار ديالها وفرقها على دارها وعلى الزوج ديالها وشدها من يدها. انا جيت غندي بنتي، يعني واحد المساله اللي ما كتفهمش مره وما مقبولاش، وما انا بعدا ضد الاب ديالها يجي يديها، يعني ياخذها بهذا المعنى. وكان يجيو الاباء ديالنا كاملين غالي بانت له بنته ما عايشاش مزيان اولا عندها شي مشكل بسيط ولا المهم كبير ولا بسيط، يجي باها يهزها ويديها، راه حتى شي وحده ما تبقى في دارها، والله العظيم حتى وحده ما تبقى مع ولادها ودارها. غالي رشقت لباها ينوض يجي يشد بنته من يدها ويديها. زعما والله العظيم انا ضد الاب، والله الا ضد الاب. يعني يجلسوا على الطبله مثلا كاع الا شاف بنته مضروره او لا عندها شي مشكل يجي عندها، ولكن يجلسوا على الطبله شنو عندك يا بنتي، ويقول لهم مال بنتي، ويحلوا زعما المشكل على الطبله. ما كاين لاش نوضي جمعي حوايجك وزيدي قدامي ولا. بالنسبه للسي الطيب كنقول لك انت مول العقل، انت واحد الانسان اللي زعما كنشوفك كتدخل بخيط ابيض في جميع المشاكل. كنتمنى حتى دابا تنزل بزولة الرحمه وتمشيو مول العروسه ديالكم من موراها وتجلسوا معاهم، غيكونوا بردوا. يعني الا كانوا معصبين من شي حاجه او لا هذا غادي يكونوا بردوا، سيروا وجلسوا عندهم، ديروا واحد الزياره يعني عائليه وجلسوا وهضروا، يعني وناقشوا شنو ضارهم، ناقشوا المشكل او لا شنو اللي ضارهم، ناقشوه على الطبله وجيبوا العروسه ديالكم. حتى هي كتبان واحد الانسانه درويشه. يعني انا راني شتها من الوقت فاش خطبته ودرتو العرس ووقتاش جات للدار، يعني راني متبعاكم. ماذا بيا تمشيو وتجلسوا على الطبله وتناقشوا المشاكل بيناتكم وتحلوهم وتردوا العروسه ديالكم. حتى هي كتبان درويشه، ماشي زعما شي وحده اللي كطير كما كنقولوا، شي وحده اللي كطير والله العظيم كنتمنى يدخلوا غير الناس الكبار، يعني يخليوها هي كتبان صغيره، وحتى الزوج ديالها كيبان باقي صغير. يعني كنتمنى يدخلوا الناس الكبار. بالنسبه لبا الطيب، المراه ديالو امي نعيمه، هذيك شنو سميتها، عمتهم ناديه، الام ديال ناديه، بحال هكا الناس اللي كبارين، حتى ناديه واختها خديجه كنتمنى يدخلوا بخيط ابيض، والزوج والزوجه يخليوهم
يعني خليوهم لحقاش هما باقيين صغار. انا شفت الولد ديالو كيتسرع في الهضره، يعني الهضره عنده كيتسرع فيها، وهذا خطأ خطأ خطأ. الانسان فاش يكون معصب ما خصوش يهضر، وبالخصوص على المباشر هو كيتسرع في الهضره. يعني بلا الانسان معصب ساعته لله، ولكن ما يتسرعش، يخلي الناس الكبار يهضروا ويخلي الناس الكبار يتفاهموا. من واحد الناحيه سمعت انا في سبب التعاليق، سبب التعاليق يعني راه كاينين شي تعاليق لا اله الا الله. راني كندخل انا وكنقرا التعاليق، راه كاينين شي تعاليق علاش تغسل الماعن، علاش كتخمل، علاش وانا دابا مثلا انا بوحديتي في الدار ديالي، ما عندي حتى شي واحد معايا. واش ما غاديش نخمل داري؟ واش ما غنحكش ماعني؟ واش ما غاديش نوجد الغدا ديالي؟ واش زعما كاينين شي تعاليق لا اله الا الله، واش كيبغيو غير ينوضوا الفتنه؟ اولا ما نعرفش. مثلا هذيك المراه اللي كتكتب داك المراه اللي كتكتب داك التعليق، واش هي ما كتشقاش في الدار ديالها؟ واش ما كديرش شغلها في دارها؟ علاش نكونوا انانيين ونخربوا بيوت عباد الله بسبب واحد التعليق؟ يعني هي على ما فهمت كتقرا التعاليق بزاف وهما اللي اثروا عليها، او لا عائلتها مثلا كتقرا التعاليق واثرت عليهم داك التعاليق ديال الناس السلبيه. ولكن الغريب في الامر انا كنظن انا ما كاينش شي راجل، يعني راجل يكتب شي تعليق بحال هذاك. علاش كتشقى؟ علاش كتخدمي؟ علاش كديري هادو؟ يعني الاغلبيه يكونوا، ومتفق معايا الجميع، يكونوا النساء هما اللي كيكتبوا داك التعاليق مع احتراماتي للجميع. ولكن شفت شي تعاليق عندهم اللي في شي شكل. علاش كتحك الماعن؟ علاش كتدير هذيك؟ علاش كدير هذيك؟ ولكن واش حنا النساء في ديورنا ما كنديروش الشغل؟ يعني الشقه ديالنا ما كنديروش، كنتسناو شي واحد يجي يدير لنا الشقاله في الدار، يصب لنا ويحك لنا الماعن ويخمن لنا ويوجد لنا الماكله؟ واش كنتسنى؟ او لا الا كنا عند شي حد هكا مثلا عند العجوزه، او لا مشينا غير ضايفين، واش كتسنى حتى يجيبوا لك الماكله لحداك؟ او لا يوجدوا يزيدوا لك؟ راكي كتنوضي، حنا معروفين علينا كنوضوا نشقاو ونوضوا نحكوا ونوضوا نخملوا. كتمشي للدار ماشي ديالك، الله كتجلسي داك النهار اللي كتجي فيه ضيفه. مثلا انا كنعطيكم غاديين ضيفين، قسما بالله الا كاين اللي الله كيوصل كينوض يشقى، كاين اللي كما قلت لكم انسان على بسبب الشقا والماكله وهذا ينوض مشكل، بسبب التعاليق ينوضوا مشكل. واحد الانسانه الله جات ب4 شهور بغات تستقر دير بيت، حامله على ما فهمت انا، كتوحم. الله يهدي بنادم، الله يهدي الانسان على داك في سبب داك المشاكل اللي كينوض للاخر. الله يهدي الجميع صراحه الله، وهاد العواشر الله يهدي الجميع. كما قلتها مره اخرى، يعني الانسان لا قدر يكتب شي تعليق زوين مرحبا، ما قدرش يشد صبعو عنده، قدر يقول شي هضره زوينه مرحبا، ما قدرش يشد فمو عنده، يربط لسانه. العواشر هادي يربط صباعو. وبنادم رمضان هذا وهما كيصوموا شي هكا وشي هكا، والسيده حامله، الله يدير شي تاويل، الله يدير شي تاويل، والله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع والله العظيم. الله يهدي داك الناس ديال داك التعاليق، الله يهديهم، الله يهديهم. وهذا هو الفيديو ديالنا، وكنتمنى ربي يدير شي تاويل للخير، وكنتمنى نهاركم يدوز. وهذا الشيء اللي كاين، وهذا هو الفيديو ديالنا،
وشكرا لكم بزاف، شكرا، وكنتمنى تشاهدوا هذا الفيديو وطلعوا للمشاهدة. الله يسهل عليكم، واللايكات ديالكم والبارطاج، وشكرا لكم.